بسمع يا حاج لما اقول لك ايوه يا اخويا انا محتاجه مصاريف كتير عشان داخلين على عيد الاضحى، وبيقول اللحمه يا اخويا توصل ل500، وانا عايزه اجيب كام كيلو كده واحطه في الفريزر قبل ما تغلى اللحمه يا حاج. لازم نلحق وناخد لحمه كتير. ليه كل ده يا حاجة والمصاريف الكتيرة دي؟ ليه قالوا لك اللحمة هتخلص العمر كله؟ اللحمة هتبقى موجودة على طول يا حاج. وبعدين يا اختي وفري شوي، هي اللحمة بيخزنوها في الفريزر؟ مش مصدق اسأل ابنك كمان يا حاج، ده ابنك واكل دماغي عمال يقول انا عايز اكل لحمه كتير في العيد ولازم تظبطينا كده. مش كل مره تقول اللحمه غاليه مش قادرين نجيبها واحنا داخلين على عيد ويوم مفترجه، والناس كلها تبقى تاكل لحمه وتهيص في اللحمه واحنا ما نجيبش لحمه كتير. لا احنا لازم نجيب لحمه كتير يا ماما وناكل لحمه لما نشبع كده. بسمع يا حاجة لما اقولك لما يجي العيد يحلها الف حلال. وبقى يا حاجة ما تقعديش توجعي دماغي بقى، وروحي شوفي هتعملي ايه في المطبخ في يومك اللي مش عايز يعدي النهارده. اخفى عليك يا حاج، انت بتزعلني كده وعلى طول كسر بنفسي كده يا حاج، مش جابر خاطري خالص. انا زعلانه منك يا حاج. انت يا اخويا بتكلمني بالطريقه دي بدل ما تقولي حاضر يا حاجه من عينيا الاتنين. ايوه يا بابا، انت مستخسر تجيب لنا كام كيلو لحمه؟ ده كام كيلو لحمه يعني يا بابا؟ مش بنقول لك هات لنا 100 كيلو يعني. اسكت انت يا ولا مكسوف الرقبة انت، يلا واكل دماغ مامتك وعمال تقول لها. اكيد انت يا ولا اللي محرض مامتك عليا تقول لي هات كام كيلو لحم. ما اكيد مش هتتكلم من نفسها يعني. وماله يا حاج، العيد داخل علينا برضه وعايزين يتبسطوا العيال. ايوه يا بابا ماليش دعوه، انت لازم تظبطنا بقى، مش كفايه ما انت مش عايز تشتري لنا خروف؟ انا صاحبي بابا اشترى خروفين وانت مش عايز تشتري حتى معز. جرايه يا بابا، انت مضايقها علينا ليه؟ حرام عليك يا بابا، دي مش طريقه بتاعتك دي يا بابا، انا زعلان منك خالص. حاضر يا ولا اللي مسحوب من لسانك، هجيب لك كل اللي انت عايزه، بس خف عن دماغي يا ولا وروح اقعد في الأوضة وذاكر عشان عندك امتحانات بكرة الصبح. حاضر يا سي بابا، بس هجيب له كل اللي انا عايزه. طبعا يا حبيبي، بس لو لقيتك واد شاطر كده وبتذاكر ونجحت في المدرسة. ايه انا بحبك يا احلى بابا في الدنيا. طبعا انا هذاكر يا بابا وهاكل الكتاب ورقة ورقة، مش هسيب ولا حاجة فيه، ده انا هبقى من الاوائل يا بابا ما تقلقش، وحط في بطنك بطيخة سيف يا بابا. انا خايف يا ولا تكون بتضحك عليا وبتاكل بعقل حلاوة، ولا انت بتذاكر ولا بتتنيل على عينك. قوليلي يا ماما بذاكر ولا لا يا ستي ماما؟ ذاكر طبعا يا حبيبي، هو انت بتلعب خالص زي العيال في الشارع؟ انت واد شاطر وبتسمع الكلام. بس يا حاجة ما تزعليش بقى يا ستي، الكل هنجيب لك كل اللي انت عايزاه، بس بخليكي مبسوطة كده واضحكي الضحكة الجميلة بتاعتك. ده انا مبسوطة اوي يا حاج طالما بسطتني. وروح يا حاج، ربنا يكبر خاطرك زي ما انت بتكبر خاطري كده. متنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.